في مشكلة كبيرة عند ستات كتير، وهي إن بيكون عندها أحلام كتير وأهداف لكن مش بتحقق منها أي حاجة، مع إنها بتبقى شاطرة وذكية لكن للأسف مشتتة. المشكلة دي لو ما اتحلتش بتتطور بعدين لتعب اسمه تعب الحياة المؤجلة. تعالي نشوف تفاصيل المشكلة دي مع قصة نونا وإزاي قدرت تحلها. نونا كانت طول عمرها ذكية وشاطرة من صغرها، والمدرسين بيقولوا إنها مميزة، وأصحابها دايما كانوا بيقولوا عليها إنها عندها أفكار مختلفة، ومن صغرها عندها أحلام كتير. بتحب القراءة والكتابة، ودايما كانت تتخيل نفسها إنها في يوم من الأيام هتعمل حاجة كبيرة وتنفع بيها كل الناس. لكن كمان كان عندها مشكلة كبيرة، إنها كانت بتفكر كتير وتعمل خطط، لكن في دماغها بس. عندها أفكار إبداعية كتير لكن ما كانتش بتاخد أي خطوة فعلية. من كتر أفكارها الكتير تيجي عند التنفيذ يحصل لها حاجة اسمها شلل المهام.